طب انا عايزه اسال سؤال، نحل ده ازاي؟ يعني انت شايف انه ازاي نرجع وقفه الشارع طب انا بس عايز اقول لك حاجه قبل ما دي. تسالي السؤال ده بعد اذنك. اتفضل. في حاجه تخص الشارع بالنسبه لكم انتوا الاثنين، عايز اسالكم فيها. حد جاي لك وعايز توصف له انه جاي لك، بتوصف له الشارع، ايه العلامه المميزه عندك في الشارع اللي كنت تقول له هتخش كده هتلاقي كذا؟ انا عندنا هوصف له بالبقاله اللي كانت تحت البيت عندنا اسمها ام امل. ودي ومكتوب عليها اسم ام امل؟ لا هي معروفه، ما هي ما فيش غيرها يا ريس في الحته، هي البقاله في الشارع الوحيدة. ما انت هتخش من هنا دلوقتي بقى سوبر ماركت. لا بقى يعني لا شبه برضه، انما لسه موجود. دي العلامه المميزه ام امل، العماره اللي قدام ام امل. وانت يا ثروت؟ انا كان بنزينه جنب البيت لو هو جاي من الشارع الرئيسي. تحاتي ده لو جاي من ورا في الشارع الرئيسي يا بيه. لو جاي من ورا يبقى قهوه حسن الاسمر. اتفضل. اللي هي جمال الصغير. ما هو انا ده اللي بتكلم عليه، ان الشارع كان بيبقى فيه دايما علامه معينه، في حاجه معينه يعني ام امل، ومش مكتوب على البقاله ام امل، بس هيسالوا والنبي محل ام امل. ما احنا كان عندنا ام احمد. ايوه بالظبط. بتاعت البوب والصواري. في حاجه يا ريس اختفت بقى خالص دلوقتي. ايه بقى؟ ان دي شريف. ايوه فاكر احمد؟ طب كان بيتندى لك ايه؟ احمد. يا احمد. ايوه. دلوقتي مفيش التليفون. الظاهره دي اختفت. انتوا واقفين في الشارع اول ما بداتوا تشربوا سجاير، والاستاذ محمد او عم محمد او عم ابراهيم نازل من بيته. يا نهار ازرق، هتعملوا ايه بقى؟ ده انا باكلها. عايز اقول لك السيجاره دي اتاكلت. عايز اقول لك على ايه؟ اتحطت في الجيب. حصل لي موقف. ابويا الله يرحمه كان في حلاق جنب البيت على طول كده، فكان بينزل بقى يظبط السوالف بتاع الكلام ده كله. فانا هو نزل قبليه يظبط السوالف بس وبتاع الكلام ده كله. فاهمني؟ فالمهم هو نزل قبليه، فقلت هو ماشي بقى راح مشواره وبتاع، فانا نازل من البيت كنت مطلع السيجاره اللي هي الفرط الجميله اللي كنت حاطها في جيبك. انا كنت حاطها في الشراب. ماشي في اماكن تطلع عرقانه بايظه. دي يا عيني. انا كنت بحطها في جيبي كده في سلت. فرحت مطلع الكبريت. فاكر الكبريت؟ ايوه مفيش ولاعه الهلب الكبريت. ايوه. فاهمني؟ ولسه بولع اسمع الحلاق بيقول له ايه، بيقول طب يبقى ابويا جوه عند الحلاق. يا نهار ابيض. وفي الباب ازاز وانا بعمل كده، فالحلاق يقول له ايه، مش ده محمد؟ ما قالوش بيشرب سجاير. هو لو بص هيحصل كده. مش ده محمد. زومبا. اداك زومبا جامده. انا سمعت محمد بصوت بابا بقى. ده وقع، الاثنين دول وقعوا. طبعا. ومشيت ما بصيتش ورايا. يعني مشيت ما بصيتش. احمد، انت لما بتلاقي حد من جيرانك الكبار نازلين وانت في ايدك السيجاره، ده انت بتمشي بعيد عن البيت 35 كيلو مثلا. لا وكنت تصرف على السيجاره اكتر من ثمنها 50 مره. لب ونعناع بالظبط. مش كده؟ ما كانش فيه الكلام ده. كان في احترام. الكبار الاماكن التانية اللي ظهرت لا خلاص بقى. لا خلاص التفكك بقى غير طبيعي.